هسافر وهسيب مصر وهبقى مذيعة مشهورة وهتجوز ويبقى معايا عيال وهبقى سيدة أعمال. تقى ماهر بتخطط ل7 سنين قدام. يا ترى إيه طموحاتها وهل فعلا هتستقر برا مصر؟ ومفاجأة عن خطتها لدراستها، أسرار كتير هنعرفها في فيديو النهاردة. هيبقى عندها 31 سنة وتبقى مدام وحرم أحمد إبراهيم وأصغر سيدة أعمال في مصر، وهتسافر وتحقق أحلام كتير نفسها فيها. تقى ماهر بترد على سؤال متابعة كأنها في انترفيو لشركة بتسألها شايفة نفسك فين بعد 7 سنين ونص؟ وكان ردها مفاجأة، محدش كان متوقع خالص خططها ولا طموحاتها، لأن الكل كان متوقع إنها تقول هكبر في السوشيال ميديا، هفضل بلوجر، لكن هي ما جابتش سيرة الموضوع ده خالص. تقى ماهر نفسها تسافر بره مصر أصلا، تلف العالم حتة حتة، نفسها تحقق حلمها وتشتغل بدراستها وتبقى مذيعة مشهورة قد الدنيا في التوك شو أو الراديو، المهم تبقى مذيعة. وقالت كمان إنها في النص سنة هيكون عندها 24 سنة، يعني عقبال ما توصل ل7 سنين هيكون عندها 31 سنة، فتكون حرم أحمد ومعاهم عيال وهتسافر معاه ويلفوا العالم حتة حتة. ومش بس كده، حلمها ما وقفش لهنا، دي مخططة لدراستها كمان إنها تكمل وتعمل تمهيد ماجستير في الإعلام. ومش بس كده، حلمها ما وقفش لحد هنا، هي مخططة لدراستها كمان إنها تكمل وتعمل تمهيدي وماجستير في الإعلام، وبالتحديد إذاعة وتلفزيون، ويمكن ده يفتح لها سكة في مجال إنها تبقى مشهورة فيه ومذيعة شاطرة. بس المتابعين شايفين إن تقى ماهر هتبقى أصغر سيدة أعمال، وده لأن دماغها طول الوقت شغالة، بتعرف تشغل مشاريع خاصة جنب محل خطيبها، وكمان البيوتي سنتر بتاع والدتها لومي لوما واللي بتشتغل فيه وبتعمل دعاية وإعلان، ولا أجدعها ماركتينج وموديل إعلانات. ناس كتير عجبها فكرة تقى ماهر واتمنوا لها النجاح والتوفيق وإنها شاطرة وطموحة وتستاهل كل خير، لكن توقعوا فكرة السفر إنها تكون بعيدة، لأن لومي لوما ما بتحبش بناتها يبعدوا عنها، لدرجة إنها لما عرفت إن تقى ماهر مش هتعرف تسكن جنبها فضلت قلقانة فترة لحد ما بدأت تتأقلم على الفكرة. لكن كل اللي قالته وقتها إنها في إيد أمينة، وده من كتر حبها في أحمد وعيلته، روان وسلمى وحماتها اللي حتة سكرة وما بتقولش فيها غير كل خير. بس ما نقدرش ننكر بقى إن أول حاجة تقى ماهر قالتها إنها تتجوز، وده لأنها لقت في أحمد خطيبها الشريك اللي هيقف معاه ويسندها ويدعمها تحقق كل الأحلام اللي بتحلم بيها دي، وده لأنها شايفاه أكبر داعم ليها وبتحب آراءه وأفكاره، ودايما بتهتم باللي بيقوله وبتنفذه لأنها شايفة فيه مصلحة. أما بخصوص بقى تقى ماهر فهي نفسها تبقى مذيعة وتحقق حلمها، وده لأن حلم حياتها وأغلب الفيديوهات على قناتها وهي بتعمل مذيعة هي ولومي لوما، وبتكشف أسرار العيلة مع الضيف اللي بتختاره في كل حلقة، وكمان بتطلع ترند من كتر طريقتها ما هي كيوت وبتطلع من القلب على طول. تقى ماهر هي وروان إبراهيم دخلوا نفس الكلية وتخرجوا في نفس الدفعة سوا ودخلوا إعلام مع بعض، بس تقى بقى نفسها تكمل دراستها وتعمل ماستر وتحقق حلم لومي لوما والحاج هاني في الدراسة، ويمكن كمان تقدر تاخد الدكتوراه وتبقى دكتورة في الجامعة. تقى ماهر بقالها فترة عاملة قلق على السوشيال ميديا، بالذات بعد ما اتخطبت وأبهرت الكل بإطلالتها، وللكل شبهها بإنها شبه أميرات ديزني. ولما اتسألت اتخطبت عن حب ولا صالونات، قالت الاتنين، هم ارتاحوا لبعض في الأول وبعدين هم أخدوا القرار وبعدين وصل لأهلها وأصحابها. بس المفاجأة إن صاحبة عمرها روان ما كانتش موافقة على الجوازة، لأنها كانت خايفة على علاقتها إنها تتأثر بسبب إنها بقت خطيبة أخوها وكده، لكن الوضع مستتب لغاية دلوقتي. تفتكروا بقى فعلا ممكن نشوف تقى ماهر مذيعة وسيدة أعمال خلال السنين اللي جاية ولا لأ؟ شاركونا في التعليق.